حينما قرأت هذا الخبر بأن أمريكا تعلن إلغاء تأشيرات الأجانب الذين أشادوا بمقتل الناشط السياسي تشارلي كيرك، تذكرت هؤلاء الذين يوجدون في مصر من الجنسيات المختلفة، سواء اللاجئين أو الضيوف أو المستوطنين، أو يعني يعني أي مسمى كان لهؤلاء، إنهم يقومون بانتقاد الحكومة وينتقدون الشعب المصري، وبالعكس ويسبون ويشتمون في الجميع من كبيرنا لصغيرنا، لحضارتنا، حتى أن بعض منهم شمت في بناء السد وقال إن أثيوبيا أخت بلادي بنت السد وهنأوهم، مع أن هذا السد سوف يقتلع دولتهم من أساسها. ومع ذلك النكاية في مصر والمصريين يشجعون بناء السد. هؤلاء يعني حتى هذه الدولة التي يقولون عنها أخت بلادهم قد وضعتهم في الغابات وتعرضوا يعني للسير على أقدامهم حتى يعودوا إلى بلادهم، ومع ذلك أيضا ينتقدون الدولة المصرية. يعني أي هذا صبر للمصريين على هؤلاء، يعني أي هذا وضع يمكن أن يوضع فيه مواطن في بلده من يعني أناس كهؤلاء. بصراحة يعني أمريكا اللي هي الحريات وأم الديمقراطيات لم تتحمل هذا.